عرفنا في الجزء اللي قبل كده إن إتسومي عزم يوكي على الغدا عنده في منزل أهله، وطبعا يوكي ما كانتش مصدقة نفسها إنها وافقت، وقال لها للأسف إن أهله مش موجودين بسبب إن هم عايشين خارج البلاد. أما عن شعور يوكي فكانت خايفة جدا ومحرجة، وبيفضل الشعور ده ملازمها حتى وهي قاعدة معاه، وبدأ يسألها إذا كان اليوم كله عجبها ولا لأ، فقالت له إنها استمتعت بوجودها معاه، وكتب لها إتسومي إن وجوده معاها بيخليه مرتاح جدا، وده طبعا نفس إحساس يوكي اللي مش قادرة تعترف بيه. نروح لأوشي وبتديله صديقته إيزومي الكلب بتاعها علشان يعتني بيه لحد ما ترجع من السفر مع عائلتها، وكل اللي كان بيشغل تفكير أوشي هو الموقف اللي حصل في المترو معاه هو ويوكي والولد اللي اتعرفت عليه. أما عن رين وكيويا فكانوا الاتنين في طريق عودتهم علشان يوصل كيويا رين لبيتها، وكان واضح على رين جدا إنها مش عارفة تتكلم مع كيويا أو تفتح أي مواضيع، لدرجة إنها سألته عن نوع التوابل اللي هو بيحبها. ونرجع لإتسومي ويوكي وبيعرفها على عائلته وأخته الصغيرة، وبتفهم يوكي من إتسومي بعد ما كتب لها إن السبب إنه أكبر منها هي ورين ب3 سنوات هو إن كانت بتفوته بعض الفصول بسبب سفره، وإن عائلته عايشين في ألمانيا. إتسومي سألها هل عائلتها بيعرفوا لغة الإشارة، فقالت له لأ، هما بيعتمدوا أكتر على قراءة حركات الفم وتعابير الوجه. وخافت يوكي تقوله إن بعض الناس قالوا لها إن صوتها غريب وهي بتضحك، وبيدي إتسومي ليوكي بعض العملات الأجنبية الغريبة زي ما وعدها آخر مرة اتقابلوا فيها، وفضلت يوكي تضحك على شكل القناع اللي ورهولها، وكانت سعيدة جدا وهو منبهر بضحكتها. بيتصل في اللحظة دي كيويا بإتسومي يطمن إنه وصل يوكي لمنزلها، فقال له إتسومي إن يوكي معاه، وبدأ يصرخ له كيويا إنه لازم يرجعها لبيتها وما يعلقهاش بيه أكتر من كده، فقفل إتسومي الخط معاه، وده اللي خلى كيويا قلقان على يوكي من ابن عمه إتسومي جدا. وبيقول لرين إنه عمره ما شافه بيتعامل بالشكل ده مع إما صديقة طفولة إتسومي، ويا ترى هو بيعتبر يوكي ملكه، يعني لقاها ظريفة وبريئة عايز يستحوذ عليها. حست رين بإنها لازم تسأل كيويا هل هو ما بيحسش نفس الإحساس ده اتجاه حد معين، وطبعا تقصد بيه نفسها، فتحرك كيويا وقرروا هما الاتنين يغيروا الموضوع ويتغدوا سوا في أي مطعم يقابلهم. وبيقول إتسومي ليوكي إن ضحكتها كانت جميلة جدا وطلب منها تتكلم عن نفسها أكتر. فجأة بيخبط باب منزل إتسومي وبتكتشف يوكي إنها إيما صديقة إتسومي، فقررت يوكي تمشي علشان ما تحرجوش اكتر من كده، فطلب منها إتسومي ان هو يوصلها. واول ما بيفتح إتسومي الباب بتتضايق إيما جدا، فطلب إتسومي من يوكي انها تنزل وهو هيجي وراها، وبسبب غيرة إيما الواضحة راحت قالت بأعلى صوت ليها شكرا ان انت استضفتني في بيتك لليلة. وطبعا هي عملت كده علشان تسمع يوكي، لكن إيما استغربت انها ما ابدتش اي ردة فعل. غضب إتسومي وقال لها انت ما نمتيش في منزلي اصلا، ويلا هاتي المفتاح بتاع منزلي. لكن للأسف في اللحظة دي شافت يوكي إيما وهي بتديله المفتاح، فنزلت يوكي وكل اللي في تفكيرها هل إتسومي وإيما بيحبوا بعض، بس ازاي قال لي هوصلك وهي موجودة. في الأثناء دي بتبعت رين ليوكي رسالة علشان عايزاها تروح لها بكرة منزلها علشان يحكوا سوا. وأول ما بتشوف يوكي إن إتسومي وإيما نازلين وهي ماسكة في إيده قررت إنها تجري، على عكس اللي حصل إتسومي ما كانش طايق تصرفها أصلا، وفضل يجري إتسومي علشان يبحث عن يوكي، لكنها روحت. وحكت يوكي لرين تاني يوم عن حوار المفتاح ده، لكن رين كان ردها على يوكي إن إتسومي لما بيتكلم معاها بيبقى صوته حنون جدا ورقيق جدا. فجأة بيرن باب منزل رين وبيطلع إنه إتسومي، وقالت رين إنها تنزل تشتري حاجة وتطلع على طول. حاولت يوكي توقفها لكن منعها إتسومي. أما عن إيما فكان باين عليها إنها متضايقة جدا، حتى إن شينشين لاحظ إنها زعلانة وبين عليه إنه خايف يصارحها بمشاعره لأنه عارف مدى حبها لإتسومي. وبيسأل إتسومي يوكي ليه مشيتي من غيري؟ حصل إيه خلاكي تسيبيني وتمشي؟ سألته يوكي انت ليه حابب تتعلم لغة الإشارة؟ فقال لها لأني حابب أتكلم معاكي. بتبحث يوكي عن تليفونها علشان تتكلم مع إتسومي، وكان باين عليها الارتباك من قربه منها. سألها إتسومي إنه عارف إن رين بتجيلهم المقهى علشان كيويا، هي بقى بتيجي ليه؟ يا ترى علشاني؟ حاولت تعترف له يوكي بإن مشاعرها هي اللي بتخليها تبحث عنه، لكنه كان بيتكلم في التليفون ساعتها، فما شافش إجابتها وقال لها إنه مستعجل يروح المقهى علشان في عمل كتير
هناك، وقال لها انه مسافر يوم الاثنين وهيرجع مع نهاية اجازة الربيع. زعلت يوكي انه هيسافر لمدة شهر تقريبا. طلب منها تبعت له فيديوهات كتير بلغة الاشارة علشان يتعلمها، ده غير انه هيذاكر وهو هناك، وقال لها انه لما يرجع هيقضي معاها وقت كتير. وقبل ما يمشي قال لها يوكي تسمحي لي اقع في حبك؟ يوكي على الرغم من ان قلبها كان سعيد جدا وبيتنطط من الفرحة، لكنها قالت له انت اتأخرت على شغلك. بترجع رين ليوكي، نزلت لها يوكي وهي فرحانة جدا. أما عن أوشي فلسه بيفكر في يوكي، فجأة بيقابل في طريقه أم يوكي وقالت له إنها مطمنة على بنتها طالما هو معاها في نفس الكلية. فقال لها معتقدش إن ده شعور يوكي، فقال لها لو هي واجهت أي مشكلة فأنا هقف جنبها، تقدري تأمنيني عليها. ففرحت أم يوكي جدا وشكرته، وقالت له إن يوكي اتصلت بيها ورين استأذنت منها إنها تبات في منزلها الليلة، وإنها ما عملتش كده من أيام ما كانت في ابتدائي. وطبعا كان في دماغ أوشي إن رين عملت كده علشان تجمع يوكي وإتسومي سوا، وطلب أوشي من أم يوكي يعرف مكان بيت رين فين ورقم تليفون يوكي كمان. نروح لإتسومي وكيويا بعد ما بينتهوا من اليوم الشاق. بيسأل كيويا إتسومي لحد فين وصلت أمورك أنت ويوكي، فسأله إتسومي هو أنت قلقان ليه؟ فسأله كيويا إيه شعورك ناحية يوكي؟ فقال له إتسومي إن يوكي بنت شفافة جدا، ويمكن لأنها ما سمعتش كلام سيء في حياتها لعب دور كبير في تكوين شخصيتها، وده اللي خلاني عايز أكون جنبها على طول، والحقيقة إني وقعت في حبها. فجأة بتوصل رين للمقهى ومعاها يوكي، وقالت رين لإتسومي إن يوكي هتبات في منزلها الليلة. فطلب إتسومي من رين يتكلم مع يوكي على انفراد، ولما بيعطس إتسومي بتحاول يوكي إنها تديله الشال بتاعها. ترك إتسومي فجأة اللوحة اللي كانوا بيكتبوا عليها وقال لها بلغة الإشارة يوكي أنا بحبك وعايز نكون سوا. ويوكي من كتر ذهولها بكلامه ما كانتش قادرة تشوفه من لمعان عينيها وبكائها كمان، وسألها يا ترى جوابك عليا هيكون بالموافقة؟ فرحت يوكي جدا وفضلت تهز راسها بالموافقة. استغربت يوكي من رد فعل إتسومي الهادي جدا، وقال لها إنه هيتعلم أكتر عن لغة الإشارة علشانها. بعد دخول يوكي وإتسومي سوا للمقهى، ردة فعل رين وكيويا كانت غريبة جدا لما عرفوا إن يوكي وإتسومي قرروا يبقوا مع بعض كحبيبين. فرحت رين جدا ليوكي إن أخيرا حبيبها اعترف لها بحبه، وقال إتسومي إنه أنهى عمله وهياخد يوكي يوصلها بيت رين، وطلب إتسومي من كيويا يوصل رين لبيتها. لما يخلصوا ادت لها رين مفتاح منزلها وقالت له رين خد بالك يوكي شافتك بتاخد من إما مفتاح وده اللي كان مزعلها منك. كتب إتسومي ليوكي رسالة أثناء مشيهم سوا وقال لها ما تقلقيش من اللي حصل لما شفتي إما بتديني المفتاح، وإنها استعارت منه شقته مش أكتر، وقال لها أنا مش هكررها مرة تانية. فجأة بتلاقي يوكي أوشي بيراسلها وهي مستغربة ليه بيكلمها بعد اللي حصل في المترو. أخد إتسومي يوكي من إيديها وبدأوا يمشوا سوا. أما عن رين ما كانتش مصدقة اللي عمله إتسومي وإنه هيظهر حبه ليوكي بالسرعة دي، وضحك كيويا وقال لها إن شكله طاير من الفرح. فجأة بيوصل شينشن للمقهى وبيسأل عن مكان إتسومي، فقال له كيويا إنه أنهى عمله النهاردة ومشى طبعا. نرجع ليوكي اللي بتشكر إتسومي على توصيلها، فتمنت له رحلة موفقة، فقال لها لو معاكي جواز سفر كنت خدتك معايا. فقالت له إنها هيكون هدفها من النهاردة ورايح تدخر مال وتعمل جواز سفر علشان تسافر، وقال لها إتسومي سلام. وبتودعوا يوكي وبتطلع يوكي من خلال السلم. حاول إتسومي ينده عليها وبتفتح يوكي باب المنزل. فجأة بتلاقي يوكي إيد إتسومي بيقفل الباب مرة تانية وكأنه بيقول لها خليكي جنبي وما تمشيش. يا ترى كل ده إتسومي بيضحك على يوكي ولا هو شايفها بنت ظريفة وممكن يتخلى عنها في أي وقت؟ كل ده هنعرفه في الحلقات اللي جاية.